كلنا عارفين إن أصعب سؤال في كل بيت هو هناكل إيه النهاردة؟ بس بعد الفكرة دي الإجابة مش هتكون أي حاجة، لأن هيبقى عندك منيو كامل لأكلات الأسبوع وكمان مجموعة أفكار هتسهل عليكي وعلى أسرتك إن هي تختار منها. كمان هيبقى في ورقة هتكتبي فيه كل حاجة محتاجاها قبل ما تكتشفي في آخر لحظة إن هي خلصت، وكل ده من صينية قديمة. أنا نضفت الصينية كويس وبعدين فكيت الإيدين بتاعتها، وبعدين هاستخدم ألوان أكريليك. هاحط الألوان على الصينية على طول كده وبعدين هابتدي أوزعها بسفنجة. بالنسبة للحروف البارزة دي أنا دهنتها بالفرشة عشان تتغطى كويس باللون. جهزت لون موف عشان ما كانش عندي اللون جاهز، خلطت أحمر وأزرق وأبيض مع بعض وبعدين هبدأ أدهن الجوانب بالشكل ده. هستخدم ورق مقوى بأي مقاس وده اللي أنا هكتب عليه الأكلات. وعلبة الدوا دي بقى هقص جزء منها يكون أقصر من الورق شوية وهغلفها وأزينها بأي شكل. أنا استخدمت حتة من المفرش الورق ده وهكتب عليها كده بقلم أسود من نيو ايتمز. جبت بقى 7 مشابك من الصغيرين الكيوت دول ودهنتهم موف أبيض، ودول اللي هكتب عليهم أيام الأسبوع. كده خلاص كل حاجة بقت جاهزة، هبدأ أثبتهم على الصينية. الأول ثبت الورقة دي وعليها المشابك، وعلبة الأفكار ثبتها تحت كده، ودي ستيكي نوت هثبتها جنبها. هوزع بقى الأكلات على أيام الأسبوع كده وأثبتها في المشبك، وباقي الورق هاحطه في العلبة مع كام ورقة فاضيين عشان لو حبيت أزود أصناف تانية على الأفكار. هلف ورقة رول وهثبتها كده على الصينية عشان أحط فيها القلم، وبعدين وزعت شوية ستيكرز. كان عندي بقى شريط كده من نفس الألوان، هاخد جزء منه وأدخله في الفتحات اللي فوق دي وهربطه عشان أعلق منه الصينية، وبعدين حطيت حتة صغيرة في الفتحات اللي تحت عشان تبقى متناسقة مع اللي فوق. وبس كده، بجد شكلها تحفة جدا وعملية وأكيد هتساعدك كتير في المطبخ. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش تعملوا لايك وقولولي رأيكم في الكومنتس.